العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 20 مواطن بفيروس كورونا اليوم. انخفاض الإصابة بالإيدز مع ارتفاع الإضراب في شمال البحر الأحمر. دعوة للمجتمع من تأمين الكفاءة الأكاديمية في مديرية تسني. 30 قتيلا على الأقل بأيادي جهاديين في موبتي وسط مالي. ماكرون يعتبر أنه من الضروري الحوار مع السعودية من أجل استقرار المنطقة. بركان إندونيسيا ينفث حمامها مع سحابة ضخمة وسقوط ضحايا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوبي والقاش بركة قد أظهرت إصابة 20 مواطن بفيروس كورونا، وقد ظهرت 12 إصابة في مراكز الفحص بالأقليم الأوسط، 2 منها من عداق حموس، وواحدة من كل من عداق عربي وأخرية، و4 أسمرة وسنيتا ووسط المدينة واندجرمن وحزحز وميتمناي وعدقيح، و7 من مركز الفحص بالأقليم الجنوبي، 2 من مايعين و3 من مندفرة و2 من ميمنه و1 من مولقي إقليم القاش بركة. في غضون ذلك شوفي 16 مرضى كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7478، شوفي منهم 7256 وتوفي 61 مريضا، فيما لا يزال 161 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 5 ديسمبر 2021. صرح الدكتور زموي مكنن المدير الطبي لمستشفى مصوع بأن حملات التوعية المكثفة الموجهة لرفع فهم وإدراك المجتمع فيما يتعلق بمرض الإيدز في إقليم شمال البحر الأحمر ساهمت في انخفاض نسبة الإصابة بالمرض. وقدم الدكتور زموي في مناسبة إحياء الأول من ديسمبر اليوم العالمي للإيدز التي احتضنتها مدينة مصوع تقريرا مفصلا عن حالة المرض الفتاك على المستوى العالمي والبلاد والمنطقة مرفقا بالأرقام. ورغم انخفاض نسبة الإصابة بالمرض على مستوى البلاد وخاصة إقليم شمال البحر الأحمر، إلى أنه لا يزال هناك وضعا مقلقا في بعض مجاميع مجتمعنا حسب قول الدكتور زموي، داعيا تضافر جهود جميع الجهات للسيطرة عليها. وذكر الدكتور زموي أن الهدف العالمي المنشود للقضاء على الإيدز المتبقي أو المبتقي تحقيقه في العام 2030 يمكن تحقيقه بمساهمة واعية لكافة أفراد المجتمع، موضحا العمل بجدية لإحداث التغيير السلوكي. من جهته دعا المدير التنفيذي لمدينة مصوع السيد تولد تسفازجي لرعاية ومساندة المصابين بالمرض وتقديم الدعم اللازم لهم، إضافة إلى المساعي الحثيثة الجارية لمكافحة المرض. هذا وقد احتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للإيدز تحت شعار القضاء على التمييز وسيلة للقضاء على الإيدز للمرة 33 والبلاد للمرة 30. دعا مسؤول التعليم في مديرية تسني السيد سرافيل كفلة قرقيش المجتمع لتعزيز دور المجتمع من أجل إنجاح الجهود الرامية لتأمين الكفاءة الأكاديمية. وأوضح السيد سرافيل أن الكفاءة الأكاديمية تتحقق بجهود الطالب ومساهمات منسقة بين الآباء والمعلمين، ورغم تسجيل تطور ملموس في هذا الشأن إلا أنه يتطلب بذل جهود أكثر حثيثة لبلوغ الهدف المنشود. وأشار السيد سرافيل إلى أن الدراسة التي أجريت عام 2019 لتقييم التطور الأكاديمي أوضحت وجود 38 مدرسة في 11 ضاحية، ورغم ذلك لم يحصل أكثر من 8000 طفل على فرص تعليمية،
إلى أن التفاهم الذي جرى مع إدارة المديرية تمكن المكتب من إيجاد فرص تعليمية ل43% من أولئك الطلاب. وذكر بأن حملات التوعية الموجهة على المجتمع حققت نتائج مشجعة، وخاصة في مساهمة الإناث التي بلغت نسبة مشاركاتهن المحدودة في الوقت الحالي إلى 40%، داعيا العمل المنسق لمزيد من النتائج. وأشاد مديرو المدارس الاهتمام الذي يبديه الطلاب في المديرية، وأن نتائج الامتحانات الوطنية المشرفة خير دليل للرغبة العالية والجهود المنسقة المبذولة. بحث الإريتريون في مدينتي باري وكاتانيا الإيطالية والمدن الفرنسية في السيمينار الشعبي المنعقد في 28 من نوفمبر برامج التصدي. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا السفير فيساتيان بيتروس في السيمينار المنعقد تحت الشعار التعبئة ضرورة مرحلية توضيحا مفصلا عن الأوضاع الراهنة للبلاد وتطوراتها متنقلا بين المدن الفرنسية. وحسب المعلومات الواردة، قدم كل من مسؤول الشؤون الشعبية والأهلية في مدينة باري السيد جرماي هبتا ميكائيل، ورئيس اللجنة الوطنية في إيطاليا السيد عقبي فرمدهن في مدينة كاتانيا توضيحات مماثلة. من جهتهم أكد المشاركون جاهزيتهم لتنفيذ الرسالة المرحلية بتمتين وحدتهم وتقوية ترابطهم وتصدي أعمال التشويه والعدائيات الموجهة إلى إريتريا. شهدت مديرية طورونا تنفيذ 56 قرية برنامج الإصحاح البيئي وفق الخطة الموضوعة لضمان صحة المجتمع، وذلك في مراسم إعلان التنفيذ في 28 و29 من نوفمبر المنصرم. وأوضح مسؤول الصحة في المديرية الممرض تصفى مريم سمرآب الأعمال المنجزة مع كافة جوانب القصور حققت نتائج جيدة، مشيدا بمساهمة الجهات الشريكة. من جهته قال مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد حيل منقشا إن وجود بيئة سليمة يعتبر أرضية أساسية لضمان الصحة، داعيا لاستمرارية العمل بقوة من أجل تنفيذ البرنامج جيدا في كافة المديرية. كما أكد السكان مواصلة العمل لتأمين نظافة مناطقهم. وتوضح إدارة المديرية أن 40 قرية من أصل 96 قرية في المديرية هي التي لم تنفذ حتى الآن تنفيذ البرنامج بنجاح. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. قتل 30 شخصا على الأقل في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون استهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس بريس. وقال مسؤولون في موبتي طالبين عدم كشف هوياتهم قتل 30 مدنيا على الأقل بأيادي إرهابيين قرب بانديغارا. وأكد مسؤول في بانديغارا حصيلة القتلى من بينهم نساء وأطفال ومفقودين كما قال. ولم تتبنى الهجوم أي من المجموعات المسلحة العديدة التي تنشط في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا. من جهتها أفادت الحكومة الانتقالية في مالي في بيان بثه التلفزيون الرسمي عن مقتل 31 شخص وجرح 17 متعهد القيام بكل ما هو ضروري من أجل اعتقال ومحاسبة مرتكبي الهجوم. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بجولة في الخليج أنه من الضروري الحوار مع السعودية أكبر دولة خليجية من حيث الحجم لتتمكن من العمل على الاستقرار المنطقة.
وأبرمت شركة إيرباص الأوروبية صفقة لبيع 26 مروحية مدنية إلى شركة سعودية في موقع شركة فيولا الفرنسية عقدا لإدارة خدمات مياه الشرب في الرياض، وفق ما أعلنت المجموعتان على هامش زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية. ويزور ماكرون مدينة جدة في آخر محطة من جولته السريعة في الخليج. وفي أولى محطات جولة الرئيس الفرنسي وقعت الإمارات مع فرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وهو عدد قياسي من هذه الطائرة الفرنسية في صفقة بلغت قيمتها 14 مليار يورو. أفادت مصادر رسمية في إندونيسيا بسقوط قتيل و41 مصابا بسبب ثوران بركان سيميرو في منطقة لومانغانغ بمقاطعة جاوا الشرقية. وأطلق على بركان في جزيرة جاوا الأكثر كثافة بالسكان في إندونيسيا أعمدة كثيفة من الرماد في الجو، مما أثر الذعر بين السكان المقيمين في الجوار، حيث تركت عدة غرف حول منحدراتهم مغطاة بالرماد المتساقط. وقال مسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إيكا جوسوب سيناجاكا إن ثوران بركان سيميرو تسبب في إصابات بحروق، مشيرا إلى أن الحكومة سترسل مساعدة طبية إلى المناطق المتضررة. الانفجار البركاني رافقته عاصفة رعدية وأمطار أطلقت الحمم البركانية وحركت الحطام المشتعل وشكلت طينا كثيفا دمر جسرا واحدا على الأقل يربط بين قريتين رئيسيتين هما بورنوجيو وكاندوبيرو. طور باحثون في سنغافورة ضمادة ذكية تساعد في التئام الجروح وتراقبها عن بعد دون الحاجة إلى إجراء فحص أولي. وتم تجهيز الضمادة بجهاز استشعار لقراءة مستويات الرطوبة، وهو مؤشر مهم يشير إذا ما كان الجرح قد تعافى، وتنقل البيانات إلى تطبيق الهاتف الذكي. هذه المعلومات تسمح للأطباء بالتأكيد من شفاء الجرح دون خلع الضمادة، والتي عادة ما تمنع عملية الشفاء. في المستقبل القريب ومن خلال تغيير الشكل الهندسي والموارد المستخدمة في الضمادة قد يتمكن الباحثون من ضبطها لتناسب أنواع مختلفة من الجروح. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 20 مواطن بفيروس كورونا اليوم. انخفاض بالإصابة بالإيدز مع ارتفاع الإدراك في شمال البحر الأحمر. دعوة للمجتمع مع تأمين الكفاءة الأكاديمية في مديرية تسني. 30 قتيلا على الأقل بأيادي جهاديين في موبتي وسط مالي. ماكرون يعتبر أنه من الضروري الحوار مع السعودية من أجل استقرار المنطقة. بركان إندونيسيا ينفث حمامه مع سحابة ضخمة وسقوط ضحايا. إلى اللقاء.